هاي ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتكعبلتوا، اكيد انتوا اتكعبلتوا في اعلان للفنان احمد زكي بعد اللي جاي عمرو سعد عن تنظيم الاسره. فقلت لنفسي هي الناس دي بتفكر ازاي؟ يعني هل انتوا متخيلين ان في اسره مثلا ممكن تبقى قاعده كده فيقول لها يا مسيد احنا فعلا المفروض نكتفي بطفلين بس زي ما الاستاذ عمرو بيقول؟ ليه عمرو سعد؟ ليه متصورين ان هو ممكن يبقى مؤثر في موضوع زي ده؟ ومش لوحده، الحقيقه دايما حملات التوعيه بتبقى الاختيارات فيها غريبه. مثلا كان في اعلان اسمه النيل مسؤوليتنا، يعني مش عارفه مسؤوليتنا ازاي، بس المهم ان اللي اشترك فيه يوسف شعبان، سمير الاسكندراني، ندى بسيوني، دكتور علي جمعه. يا ربي على الكوكتيل الجميل. ثم عدت وفكرت، فرضنا ان انا المسؤوله عن حمله هدفها تنشر اي سلوك كويس، النظافه، احترام الستات في الشوارع، اي حاجه. اجيب مين له دلال على الشعب المصري؟ مين بيثقوا فيه وعنده جماهيريه والناس تتاثر بكلامه؟ او كما قال الفنان حمدي هيكل، عجايب امال اكلم مين لما احب اخاطب الشعب المصري؟ قطز راح وجهاد راحت وراه وسلامه دايخ عليهم، مفيش استقرار ساعات تتكلم 140 دليل. لو بصينا هنلاقي اننا في نفس موقف الفنان حمدي هيكل، مفيش حد نلجأ له لما نحب نكلم الشعب المصري. في حالة فراغ وانعدام ثقة. من الاخر نسبة الشخصيات العامة اللي الناس بتثق فيها قليلة جدا جدا جدا. وهو لازم يبقى في حد نكلم الناس عن طريقه؟ لازم، واحنا في مصيبة. في علم الاعلام في حاجة اسمها تدفق المعلومة على مرحلتين، يعني غالبا الناس ما بتاخدش المعلومة خام وتكون الرأي دايركت كده. في النص بيبقى في ناس اسمهم قادة رأي opinion leaders، بيكونوا مصدر ثقة ولهم كلمة مسموعة عند الناس فيساعدوهم ان هم ياخدوا قرارات ويرشدوهم علشان يكونوا رأي. مين قادة الرأي؟ والله ممكن يكون اعلامي، شيخ، قسيس، حد كبير عندك في العيلة، فنان، رياضي، حد مشهور في المنطقة او المحافظة، حد بيعمل خير، رجل اعمال، اي حد. بيتغير من موقف للتاني، ولكن اهم صفة لازم تتوافر فيه الثقة. ودول دورهم أهم بكتير مما تتخيلوا، وتوصيل الرسالة عن طريقهم بيسهل المهمة كتير. خدوا المثل ده، أمريكا وقت ما بعد الثورة الصناعية كان زي الانفتاح عندنا، كان فيه غش كتير وبالذات في الأكل. فظهر كيميائي اسمه هارفي وايلي أثبتت تحاليله إن الطعام فيه سمون هاري. حاول يوصل الموضوع الخطير ده للبرلمان، ولكن بما إن كان فيه فساد سياسي وقتها ما وصلش لحاجة. وصل الحكاية للصحافة، الحكاية أخدت شكل ترند، الناس هاجت شوية وبعدين ما وصلش لحاجة. اثبت ان كان في صفقه اغذيه فاسده للجيش وقت الحرب، يعني خيانه، الناس هاجت شويه وبرضه ما وصلش لحاجه. جاب شباب متطوعين في العشرينات وعمل عليهم تجارب واكلهم الاكل ده بشكل مكثف، واثبت بالتحاليل قد ايه صحتهم اتبهدلت، الناس اهتمت شويه وما وصلش لحاجه. 20 سنه في الحرب دي بدون نتيجه، لحد ما قرر ان هو يفكر بشكل مختلف. هو مين اللي بيدير البيوت؟ الستات. فتحالف مع الجمعيات النسائية اللي كانت بتحارب علشان الستات تكتسب حق التصويت، واللي كانوا في الوقت نفسه مهتمين بالحكاية دي باعتبارهم ستات بيوت. الضربة الكبيرة بقى كانت لما انضمت له واحدة اسمها فاني فارمر، واللي مش بس كانت ناشطة في حقوق المرأة، لا كمان كانت بتطلع كتاب اسمه ذا جود دينر، زيه زي كتاب أبلة نظيرة كده في مصر. فابتدت تنزل لستة في الكتاب بتاعها بالشركات اللي بتحط مواد مؤذية في الأكل، بالإضافة لأن هي ست كانت سمعتها كويسة طبعا، وقتها ما كانش فيه حتى راديو، فكتابها ده كان مصدر المعلومات الرئيسي. فالكلمة اللي كانت بتقولها سيف، الأكل اللي تقول إن هو مضر بيتكدس في السوبر ماركتس خلاص. فلما ابتدت الشركات تتعور في الفلوس احترموا نفسهم بقى. طيب هل يعقل إن في مشكلة ما يحلهاش سعد زغلول وتحلها أبلة نظيرة مثلا؟ هل الستات ما كانوش عارفين إن الأكل بالطريقة دي مضر؟ ما هي دي أهمية اختيار قائد الرأي المناسب في المكان المناسب. قائد الرأي هو اللي يقدر إن هو يحول المعلومة من ترند لتغيير ملموس، ومن مجرد كلام حلو القناعة راسخة وتغيير في السلوك. النفس البشرية ليها مفاتيح كتير، والإعلام علم زي بقية العلوم، فلو المجتمع بتاعنا اعترف بالحقيقة دي واشتغل بالشكل العلمي، الإعلام يقدر يشتغل على المفاتيح دي ويحقق نتائج ممتازة ويعمل خير كتير. مثل تاني، بعد 11 سبتمبر صورة المسلمين في الدراما بره كانت ما تصرش، وعلى رأسهم مسلسل كان اسمه 24 كان بيدور حول مطاردة الإرهابيين اللي كانوا طبعا كلهم مسلمين. المتخصصين قالوا إن لو المسلمين عملوا حملة مباشرة للدفاع عن نفسهم، قناة مثلا، مش هتبقى فعالة، لان الناس دايما بتكره الاعلام الموجه، بيحسوا ان هو استقطاع وغسيل مخ، زي ما احنا بنكره قناة الحرة كده. فالحل ان انت تعمل
تعمل تواصل مع قادة الرأي في هوليوود وتقنعهم ان التعميم ده مش فير. وفعلا في ناس اشتغلت على ده وجابت نتيجة، يعني مسلسل 24 نفسه بقت فيه في الاخر شخصيات مسلمة كويسة. فمن غير قادة الرأي الافكار النبيلة مرشحة بقوة ان هي تفضل حبر على ورق، تتحشر عند المثقفين وما توصلش لعامة الناس. كمان الحالة اللي المجتمع المصري فيها بتاعت اطلب 140 دليل، والاحساس العام بان مفيش ثقة وان كل الناس وحشين، والفراغ ده ليه انعكاساته السلبية على سلوكياتنا كلنا. ده غير انه بيفتح الباب لظهور الاوباش سواء في الميديا التقليدية او على السوشيال ميديا. ما الفراغ ده لازم حد هيملاه، فضروري جدا نبص احنا وصلنا للوضع ده ليه. والله في اسباب ليها علاقة بطبيعة المجتمع وتركيبته، واسباب ليها علاقة بالمطبات اللي احنا اخدناها بعد الثورة. اولا تركيبة المجتمع المصري الغالب عليه ان هو مجتمع يميني محافظ، ودي في حد ذاتها مش مشكلة. المشكلة ان تركيبتنا دي بتخلينا ما نقبلش بسهولة الناس اللي مش شبهنا ايا كان نبل الكلام اللي بيقولوه. مثلا خالد النبوي كان متبني بنفسه حملة ضد التحرش. خالد النبوي شخص بيتمتع بقدر كبير من الاحترام، يعني راجل مثقف، ما هوش منافق، ما عرفناش عنه اي فضايح ولا اي خناقات، حياته العائلية مستقرة وبعيد عن عين الاعلام. ولكن رغم كل ده مجرد كونه ممثل ده سبب كافي جدا علشان يضعف قضيته في بلد زي بلدنا. نقيس على كده ناس كتير ينفعوا يبقوا قادة رأي بس احنا حاطينهم في النيش. لو قلنا هنعتمد على علماء الدين، علماء الازهر والمؤسسات الدينية الرسمية كتير من الناس بيتعاملوا معاهم باعتبارهم مشايخ السلاطين اللي بيميعوا احكام الدين نفاقا للدولة لاسباب بعضها له علاقة بترسبات تاريخية، ولو حابين ترجعوا لحلقة المتدين بطبعه بين حسان والطيب، وبعضها ليه علاقة بخالد الجندي ستايل. يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، والسيئة تعم والحسنة تخص. يعني بصة سريعة على كتير من الهاها والشتيمة على كتير من الفتاوي على السوشيال ميديا هتفهمك اللي انا بقوله ده. بعد الثورة بقى البلد شافت موجات من الانتي اليتيزم، ولو حابين ترجعوا لحلقة بط توفيق عكاشة. ولكن اختصارا نقدر نقول ان كان في حملات لتشويه الكتاب والمفكرين والصحفيين والسياسيين وكل الشخصيات العامة باعتبارهم كلمنجية او كفراء او خونة. بالاضافة طبعا لان ناس كتير نادت بمبادئ عظيمة جدا وبعد كده ما طلعتش قدها وخذلت الناس. الناس معذورة ان هي تفقد الثقة في الكل، ولكن على رأي جبران خليل جبران الفطنة هي الا يحطم الاعرج عكازه على رأس عدو. بالبلدي مش علشان في حرامي في شقة نقتل الشارع كله. كمان بعد ما كان حسني مبارك بيصوت نيابة عننا كلنا، فجأة لقينا نفسنا مطالبين ان احنا نتخذ قرارات لها علاقة بدساتير واستفتاءات ومرشحين. فكان الحل الاسلم عند ناس كتير علشان ما يضطرش يصدع نفسه ويفكر يلا التسليم بان كل الناس منفعجية وخونة ووحشين ومصلحجية، وبقوا بيتلككوا للكل. في الاجواء اللي احنا عايشينها بقى فوق كل ده ظهر لعنة الاكستريم. فاكرين مشهد النقاش ما بين دنيا سمير غانم وحملة العيلي في فيلم اكس لارج؟ تخيلوا لو الفيلم ده انتاج السنة دي، يا لهوي. لكن الفيلم نزل سنة 2012 في الوقت اللي كان فيه حراك سياسي، فالناس كانت مشغولة بما هو اهم، فالفيلم اخد حجمه الطبيعي كفيلم للتسلية. الايام دي مفيش مساحة كبيرة للكلام ده غير فاتورة السوبر ماركت اللي تلفى اعصابنا كلنا. فالناس سنة السكاكين لبعض، وكل الناس من كل الاتجاهات واخدين سكة الاكستريم او التطرف. فاي موضوع مهما كانت تفاهته بيقلب بشتيمة وقضايا وقلة ادب. تحت مسمى التنوير بقت في ناس بتستهين بعقائد الناس وتجر شكلهم وتتلذذ بالصدام معاهم على الفاضية والمليانة. وعلى الجانب الاخر في ناس بتنفس عن عدوانيتها في شكل تدين، فالواحد من دول يبقى قاعد ورا الموبايل عامل فيها صلاح الدين الايوبي وبيكفر في كل الناس. والحمار بس هو اللي يعتقد ان ممكن مجتمع حلو يتعدل بالطريقة دي. فالوضع الحالي اننا كلنا غارزين في رملة متحركة وعمالة تنزل بينا لتحت، فلازم كلنا نجتهد علشان نطلع منها. احنا محتاجين كلنا يعني نبعد عن الاكستريمز وندور على مساحة وسط. اللي عايز يفيد الناس فعلا لازم يحترم عقيدتهم. صحيح في مواضيع لازم هيحصل صدام مع الناس فيها، ولكن في مواضيع تانية ما تستاهلش. يعني ايه اللي يضايقك لو دخلت صيدلية ولقيت واحد بيقرا قرآن طالما ان هو ما قصرش معاك؟ وده احد الاسباب الكتير اللي انا بحب علشانها ناس زي محمود سعد وعمر طاهر. انا بشوف ان احنا محتاجين النموذج ده، فكرة ان انت تبقى بتقدم فايدة للمجتمع وقدر المستطاع مش مستفز. ده بالنسبة للمثقفين. بالنسبة للناس العادية، اخي المواطن، مش لازم البني ادم يبقى شبهك وعايش زيك بالظبط علشان تصدقه. يعني طالما عنده حاجة فيها فايدة لك، انت مالك هو عايش ازاي ولا لابس ايه؟ نحاول كلنا نفرق ما بين الشيء اللي من وجهة نظرنا غلط بس بيأذي صاحبه بس، وما بين الجرائم اللي بترتكب في حق المجتمع. والدرس اللي انا شخصيا اتعلمته، مش لازم البني ادم يبقى متفق معايا في نفس المبادئ والاراء بنسبة 100%. مش لازم جو الابيض او اسود ده. اللون الرمادي احيانا بيبقى جميل. يعني طالما البني ادم عنده حد معين من الاخلاق تمام. محتاجين نفكر بصوت عالي، ايه
هي الغلطة اللي ممكن نسامح الشخصية العامة عليها باعتبار ان هو في الاول في الاخر بني ادم زيه زينا وممكن يعك عادي، وايه هي الغلطة اللي من حقنا بعدها ما نبصش في وشه خالص. لان الوضع حاليا ان احنا عمالين نكسر اي عكاز ممكن نتكل عليه ومتخيلين ان احنا بنضرب اعدائنا. شكرا يا جماعة، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنية ارائكم في الكومنتس، وممكن نتناقش مع بعض مين هم الاشخاص اللي انتوا شايفين ان هم يصلحوا يكونوا قادة رأي ياخدوا المجتمع لقدام. شكرا، باي باي.